السلام عليكم. نتابع معكم التطورات في سوريا، ونتجه من التطورات السياسية والأمنية والعسكرية إلى التطورات الاجتماعية، والتي تغافل عنها الجميع بما فيهم أنا، والتي لم نتحدث عنها مطلقا. والآن نواجه مشكلة أساسية أو عقبة أساسية، وخاصة في منطقة المحرر السوري في الشمال السوري، ذلك أن هناك عمليات زواج وإنجاب وطلاق وكل الأمور الاجتماعية هذه، وهي لم تسجل ولم يتم قيدها بشكل نظامي لدى سجلات الدولة، وبالتالي تم جميعها، وخاصة عمليات الولادة تم قيدها داخل البلدة أو داخل لدى المختار أو لدى مسؤول المخيم إلى آخره. وبالتالي هؤلاء الأطفال ليس لهم بند أساسي أو قيد أساسي لدى أي دولة كانت، سواء كانت في الدولة السورية دولة النظام أو في الدولة التركية. وهؤلاء سوف يكبرون لاحقا، وهناك مشكلة المدارس. الآن عندما ننتهي من النظام أو عندما يريد البعض العودة إلى حضن الوطن أو إلى النظام لتأمين مستقبل أولاده أو لتسجيلهم، سوف يتم معاناة كبيرة في هذا الأمر، وخاصة مسائل الطلاق والزواج والولادات. وبالتالي يجب أن يكون هناك لدى الائتلاف أو الحكومة المؤقتة سجلات كاملة يتفق بها مع الأمم المتحدة وكذلك مع الأتراك، إما لتسجيلهم داخل سجلات النظام أو سجلات الحكومة السورية، أو اعتماد تسجيلهم في دولة أخرى أيا كانت تلك الدولة، لأن هذه الحالة حالة اجتماعية هامة جدا، يجب النظر إليها بكافة جوانبها والأخذ بالأسباب التي أدت إليها. نأمل متابعة هذا الموضوع من البعض ومن المسؤولين، وخاصة في الحكومة المؤقتة وفي هيئة الائتلاف وفي كافة ما يسمى مفاصل الحكومة ومفاصل مؤسسات المعارضة. أعتقد أن ما يحدث في إدلب أنه يتم تسجيل المواليد والزيجات والطلاقات داخل محافظة إدلب لدى حكومة الإنقاذ، وبالتالي لديها كادر ولديها وزارة خاصة بهذا الموضوع، لكن موضوع الشمال هو الذي يشكل العقبة الأساسية والكارثة الإنسانية الاجتماعية الكبيرة، في حال لم يكن هناك من يقيد ومن يسجل كل هذه الواقعات. أرجو المشاركة، لأن هذا الموضوع اجتماعي هام، واحتفاظ به لكي نعود له لاحقا. تحيات الجميع، شكرا.